واش عمرك سمعتي بقصة هاروت وماروت؟ جوج ديال الملائكة اللي نزلهم من الله باش يعلموا الناس السحر، ولكن منين بدات القصة وقتاش وقعات بالضبط؟ اليوم غادي نحكي لكم القصة الحقيقية اللي جات في القرآن واللي بزاف ديال الناس كيهضروا عليها بشكل مختلف. زمان في عهد سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام كانت مدينة سميتها بابيل اللي هي العراق دابا. الناس تما كانوا كيتعلموا السحر وكيقولوا بلي سليمان هو اللي كان كيخدم بالسحر، ولكن الله تعالى بين في القرآن بلي سليمان ما كانش كافر وما خدمش بالسحر، ولكن الشياطين هما اللي كانوا كيعلموا الناس السحر باش يفرقوا ما بين الرجل ومرته وما بين الناس، باش يختبر الله البشر. جوج ديال الملائكه الاسم ديالهم هاروت وماروت، وقال لهم يعلموا الناس السحر، ولكن بشرط واحد، كيعلموا شي واحد كيقولوا ليه راه هذا الشيء هذا ابتلاء من عند الله، ماشي باش تستعملوه في الشر، يعني غير تجربه ماشي لا. ولكن بزاف ديال الناس كانوا كيتعلموه وكيستعملوه في امور خايبه، كيفرقوا ما بين الناس وكيخسروا العلاقات وكيأذيو عباد الله. وهنا كانت البدايه ديال القصه اللي فيها بزاف ديال العبره. هاروت وماروت كانوا من احسن الملائكه، كيعرفوا الخير وكيعرفوا الشر، كيعبدوا الله بلا ما يعصى. ولكن واحد النهاريات هاد الملائكه هادو شافوا كيفاش بني ادم كيعصي الله، وبدا كيقولوا مع ريوسهم يا ربي كيفاش البشر كيدير المعاصي وحنا ما كنقدروش نعصوا. الله تعالى بغى يوريهم الانسان كيفاش كيتعرض لبزاف ديال الابتلاءات الصعيبه، وقال لهم الا كنتو في الارض بحال البشر واش غادي تبقاو مطيعين ليا؟ باش يبين لهم نزل لهم الارض على شكل بشر وعطاهم النفس ورغبه، وقال لهم ما تعبدوش من غيري ما تشربوش الخمر وما تقتلوش النفس وما تزنيوش. في الاول كانوا صابرين وكيصليو وكيذكروا الله، ولكن مع الوقت شافوا واحد المراه زوينه. هذيك المراه كانت زوينه بزاف، الاسم ديالها كانت الزهرة وكانت فاتنة، واللي شافها تأثر بالجمال ديالها، بداو كيبغيوها وبغاو يقربوا منها، وهي قالت لهم ما نرضاش بكم حتى تشربوا الخمر وتعبدوا الصنم وتقتلوا واحد النفس. رفضوا في الاول، ولكن الشيطان وسوس ليهم وشربوا الخمر وعبدوا الصنم وقتلوا النفس واحتزناه بها. من بعد فاقوا وعاقوا بالذنب ديالهم وعرفوا باللي طاحوا في واحد المعصيه اللي كبيره، طلبوا من الله المغفره. ولكن ربي قال لهم ها انتم بين جوج ديال الاختيارات، اما تعذبوا في الدنيا حتى يوم القيامه، اما في الاخره. اختاروا يتعذبوا في الدنيا حتى اليوم الحساب، ومن تماك هما مربوطين في بابل كيتعذبوا باش يكونوا عبره للبشر. كانوا الناس كيجيو لعندهم باش يتعلموا السحر، وكل مره كيقولوا لهم حنا غير فتنه وما تكفروش، راه السحر حرام وكيبعدك على الله. ولكن الناس مع الاسف ما كانوش كيستعملوا النصيحه، وكانوا كيتعلموا السحر باش يفرقوا ما بين الرجل ومرته، ولا باش ينتقموا من شي حد ولا يديروا شي شر. ورغم هذا الشيء الله قال في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني السحر راه ما يقدرش يضر حتى شي واحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. السحر ما يقدر حيت السحر ما عندوش واحد القوة حقيقية، ولكن كيأثر على الناس وعلى النفسية ديالهم، وكيخلق الوسواس والشك والعداوة، وكيفرق ما بين الناس اللي كانوا كيبغيو بعضياتهم. اما هاروت وماروت بقاو عبره للتاريخ باش يوريو للناس باللي حتى المخلوق اللي كان قريب من الله يقدر يدير المعصيه الا ما شدش راسو وبعد على الفتن. القصه فيها درس كبير، ماشي اي حاجه كتشدنا ولا كتغرينا خاصنا نتبعوها، حيت الشيطان كيعرف يدخل القلوب الضعيفه، وغير خطوه صغيره تقدر تجرنا لواحد المعصيه اللي كبيره. القصه ديال هاروت وماروت كتبين لينا بوضوح باللي الانسان مهما كان صالح ولا قوي في الايمان ديالو الا ما شدش راسو يقدر يطيح في واحد المعصيه بسهوله. الله تعالى خلقنا وعارفنا ضعاف باش نرجعوا ليه في كل مره ونتوبوا من الاخطاء اللي كنديروا. ما كاينش شي واحد معصوم من الاخطاء، ولكن العبره في التوبه والرجوع الى الله قبل فوات الاوان. والسحر راه كفر وما كينفعك لا في رزق ولا في حب ولا في انتقام، بالعكس كيدمر حياة إنسان وكيخليه بعيد على الله. هاروت وماروت تعلموا الدرس بطريقة صعيبة باش يكونوا عبرة لكل من يظن باللي يقدر يلعب بالنار وما يتحرقش. الله عادل وكيجازي كل واحد على قد العمل ديالو وما كيظلم حتى شي واحد.
وفي الاخير القصه ماشي غير حكايه من زمان، ولكن رساله لينا كاملين اليوم. خليك ديما قريب من الله وبعد عن الطريق اللي كديك للحرام مهما كانت صغيره ولا مغريه. ماشي كل فتنه كتجيكم لازم عليكم تدخلوا فيها، حيت ممكن تكون اختبار من الله. واصعب حاجه في هذه الحياه هذه هي تكون سبب في الدمار ديال روحك وانت ما حاش. خليت لكم الراحه وتنتمنى انني كنت خفيف على قلوبكم. سينونا في فيديوهات جايين ان شاء الله ان شاء الله. سبونسور ديال هذه الحلقه هذه هو مابير ديليفري، شركه ديال التوصيل اللي كدير المغرب كامل الناس ديال الاي كوميرس. وحنايا هنايا باش نتعاونوا كاملين. اعانكم الله.